كاتب ومحلل سياسي من عمان، أهلا بك معنا في هذه الساعة الإخبارية. يعني كما هو واضح حركة دبلوماسية وسياسية نشطة بين الجانبين الأمريكي والروسي، ولكن بالمقابل هذه الحركة توازيها تضارب بالمواقف بين الجانبين. أصبح الحديث الآن عن محادثة هاتفية بدلا من لقاء مباشر، وبالتالي هذا يعني تعقيد في المشهد السوري. كيف يمكن أن يفسر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمة لشهداء الثورة السورية. في الحقيقة نحن الفترة الأخيرة شهدنا الكثير من التناقضات ما بين حديث لافروف وكيري. فالأول يتحدث عن قرب الاتفاق فيتناقض الآخر ويقول أن الاتفاق لا زال بعيدا. يبدو أن التقاسم على الكعكة السورية لا زال تحت الدراسة حتى هذه اللحظة. المخزي في الموضوع هذا كله أن العامل الرئيسي في سوريا وهو الشعب السوري مغيب تماما عن هذه المحادثات. يعني هناك تفاوض بين روسيا وأمريكا لتقاسم الحصة في سوريا بعيدا تماما عن الشعب السوري، وكأن ذلك الشعب لا يعنيه ما يحدث في سوريا. الفترة الأخيرة كما تفضلتم شهدت تناقض كبير، ففي الوقت الذي تتحدث فيه روسيا عن قرب الاتفاق يتحدث فيه الأمريكيون عن غير ذلك. وربما لو ربطنا ذلك بما يحدث على الأرض في مدينة حلب وغيرها من معارك تقوم، لربما استطعنا أن نفهم هذا التناقض. فكلما اقترب الثوار من تحقيق إنجازات نشهد تراجعا في المفاوضات، وحينما يتقدم النظام وحلفاء النظام نشهد أن الحديث يتزايد عن موضوع المفاوضات وقرب الوصول إلى اتفاق معين. على ما يبدو هناك حاجة لإخضاع الشعب السوري ولإخضاع الثوار للشروط والإملاءات الأمريكية والروسية لتحقيق أهدافهم ولتقاسم المصالح فيما بينهم في سوريا. نعم، طب إذا أردنا أن نوضح هذه الصورة أكثر، يعني من الذي يحدد أطر هذا التفاوض، روسيا أم الولايات المتحدة؟ وطبعا تحديدا في نقاط الخلاف بينهما. يعني بكل تأكيد الطرفين الآن هما الأقوى في الساحة السورية. يعني علينا أن نستثني النظام السوري، أيضا نستثني الثوار، نستثني إيران والقوة الأخرى. القوتين الرئيسيتين اللتان تعملان في سوريا هي روسيا وأمريكا. روسيا بحكم واقعها على الأرض وبحكم وجودها والترسانة العسكرية التي تتواجد الآن في عدة مناطق في سوريا، والولايات المتحدة بحكم واقعها وقوتها في المنطقة ككل. فلا يستطيع أحد أن يقول أن الكفة لأي اتجاه تميل، لكننا نشهد أن هذا أحدث نوع من التوازن على الأرض في سوريا. لذلك لا نجد حسم للمعارك حتى هذه اللحظة. استطاع الثوار قبل أقل من شهر فتح طريق عبر الراموسة في مدينة حلب، ثم النظام استعادها من أيام قليلة. ربما سنشهد خلال الأيام القادمة تقدم آخر للثوار، فتح مرة أخرى وفك الحصار عن مدينة حلب. كل هذا يشير إلى التناقض على المستوى الدولي، على التناقض ما بين أمريكا وما بين روسيا. كلما أراد طرف سياسي، طرف دولي إقليمي تحقيق شيء معين يغير في اللعبة على الأرض في الواقع الميداني في سوريا. يعني واشنطن تحمل موسكو فشل الاتفاق. يعني برأيك ما هي الخيارات الآن أمام الولايات المتحدة في حال ثبتت روسيا من مواقفها؟ الواضح أن روسيا حتى هذه اللحظة متمسكة ببقاء بشار الأسد على السلطة، وهي تريده على أقل تقدير أن يبقى في المرحلة الانتقالية، وهو ما يرفضه الشعب وما يرفضه الثوار. وبالتالي تحاول الولايات المتحدة قدر المستطاع تجنب هذا الدخول في هذا عنق الزجاجة. لذلك يبدو أن هذا هو السبب الرئيسي في التناقضات وعدم التوصل إلى حل حتى هذه اللحظة، حيث أن الروس ومن حولهم يريدون بقاء بشار الأسد، في حين أن الولايات المتحدة ترفض هذه النقطة. لا يوجد شيء في الأفق يشير إلى أو ما يجعل الشخص يتفائل بما سيحدث في سوريا. بما أن كل الأطراف متمسكة بآرائها حتى الآن، فلا بد من وجود عامل جديد يكسر هذا التوازن. نحن نأمل أن يكون التدخل التركي الذي أثار امتعاض الروس والأمريكان على حد سواء، نأمل أن يكون هذا التدخل التركي هو لكسر الجمود في الساحة السورية ولرفع من
أسهم التفاوض للثوار ولهيئة التفاوض العليا، لأنه الآن يستطيع الشعب السوري أن يتحدث عن صديق حقيقي تتقاطع مصالحه مع مصالح الشعب السوري. نحن نعلم أن تركيا هي تتحدث أو تعمل من منطلق مصالحها، إلا أن تركيا ربما هي الدولة الوحيدة أو من الدول القليلة التي تتقاطع مصالحها بالفعل بينها وبين الشعب السوري. نأمل أن يكون التدخل التركي الأخير في شمال سوريا ومضيها قدما حتى أبعد من ذلك أن يكون العامل الذي سيكسر الجمود على الأرض، وبالتالي سيسرع من وجود اتفاق يحقن الدماء وربما الوصول إلى حل ما في سوريا. هذا ما نأمله. نعم، عبد الله زيزان الكاتب والمحلل السياسي من عمان، أشكرك جزيل الشكر.